ونطير بعد كده للمركز السادس مع أحد أبرز السوبر هيروز في 2023، ذا فلاش. صاحبنا ده ظهر أول مرة في قصص مصورة في 1940، قديم قوي يعني، وظهر في مسلسل تلفزيوني في التسعينات تقريبا، وفي الأفلام من 2014. وكان الفيلم ده المفروض يتعرض في 2022، بس بسبب مشاكل ليها علاقة بكورونا والكلام ده قرروا يأجلوه لغاية شهر يونيو 2023. مش عارف كورونا ايه الأيام دي، بس في حوارات كتير عملها بطل الفيلم عزرا ميلر خلت شكل شركة وارنر براذرز وحش، بحيث انه تهجم على ناس وسرق حاجات، حتى انه يتصور وهو بيحاول يخنق واحدة. فعمل شوشرة جامدة، وغالبا ده السبب الحقيقي لتأجيل الفيلم، لأنهم فكروا يغيروه. بس بعد إيه؟ بعد ما خلصوا الفيلم اللي ميزانيته قرب ال 200 مليون. متخيلين يلغوا مشروع زي ده ويبدأوا من جديد؟ المهم الفيلم ده هو أول فيلم منفرد لفلاش، لأنه كان مع افنجرز قبل كده. وقصة الفيلم ده عن عالم غرق مرة واحدة في مواد كيميائية كان شغال عليها، وتحول بعدها للسوبر هيرو اللي سرعته سرعة الضوء كده، من اسمه فلاش. وطبعا كلنا عارفين السوبر هيرو بيعمل ايه، بيحمي المدينة من الأشرار والكلام المتكرر ده كله. يا رب بس ينزلوه في ميعاده، مش طالبة تأجيل أكتر من كده. لا، وتخيل يطلع أي كلام في الآخر، الناس هتولع في اللي اشتغلوا على الفيلم والله. ولا انتوا ايه رأيكم؟